وبيبدأ مسلسلنا مع بطلتنا البسكوتة ليان، وهي بتمارس شغلها في المستشفى زي كل يوم. بس ايه ما اقولكوش، فراشة المكان كله. ويا عيني في اليوم ده بتلاقي بنوتة اسمها جاية جاية مع خطيبها يسقط الطفل اللي في بطنها غصب عنها. والمصيبة ان حبيبها ده بيطلع هو وبطلنا جينو، واللي بيكون حبيب ليان من 19 سنة. وعشان كده لما هي بتشوفه بتتصدم وبتبقى مش مصدقة انه مرتبط بغيرها اصلا. ومن حزنها بنعرف انها لسه بتحبه، وهو كمان كان واضح عليه من نظرة عيونه انه بيعشقها. طب ايه الحكاية؟ تعالوا معانا نشوف اللي هيحصل. بعد اليوم ما بيخلص بترجع أميرة الحكاية للبيت وبتلم شنطتها وخلاص هتمشي. وفجأة لقت جينو واقف قدامها وبيقول لها على فين؟ مش مسموح لك تخرجي من هنا غير بإذني يا فراولة حياتي. هنا برضه بنكتشف مصيبة تانية، وهي ان ابو جينو اتجوز امها من 19 سنة. والأبطال كبروا مع بعض في بيت واحد، وحبهم اتولد مع الأيام والسنين، والمفروض إنهم عايشين في نفس البيت. لكن البطل اتخلى عن ليان من 3 سنين وسابها وسافر يدرس برا البلد. ولما رجع كان مرتبط بواحدة تانية اللي لسه عاملة إجهاض النهاردة دي. بس طبعا ده ما يمنعش إنه لسه بيحب الأمراية بتاعتنا، وعشان كده مش بيسيبها تمشي، وبيقول لها لو فكرت تسيبيني هقتلك. وطبعا لازم بقى شوية البهارات بتوع الفيلم، حب ودلع والذي منه. واتجنن اكتر لما قالت له انت زي اخويا، فقال لها انا مستحيل اكون اخوكي، فاهمه ولا لا؟ نسيت اللي حصل ما بينا؟ انا عن نفسي هموت واعرف اللي حصل ما بينهم. البنت يا عيني خبطته على دماغه وهربت على الاوضه وحبست نفسها. اصله متوحش وممكن يعتدي علينا كلنا. وتاني يوم بتشتغل مدرسة بيانو جنب شغلها الأساسي عشان تدفع له كل الفلوس اللي أبوه صرفها عليها طول السنين دي كلها، وتبعد عنه لأنها كل ما تحاول تبعد عنه بيذلها بكده. والمفروض إنها بتروح تعلم بنوتة صغنونة اسمها لولي، وهناك بتتفاجئ إن أخو لولي الكبير يبقى فونج زميلها من أيام الجامعة، وكمان كان بيحب بنوتتنا بجنون. لكن هي ما كانتش شايفة غير بطلنا الموز ده. النهاردة اليوم كله مفاجآت. المهم واخر اليوم بياخدها يوصلها بنفسه، اصله بيبقى خايف عليها من المطر، وبسرعة بيحاول ينقذها وبيحصل مشهد رومانسي. وماله عيشلك شوية لان جنو هيطلع عينيك. وبعد ما بترجع البيت بتلاقي جنو هاين عليه شد في شعره منها، وبيسألها كنت فين يا هانم؟ بتشتغلي شغل اضافي عشان ايه؟ مفكرة اني هرحمك؟ طبعا ما انتي طالعة لأمك تعبانة. واكيد هو بيقول لها كده من النار اللي في قلبه، وكمان بيحاول يقرب منها اكتر. مش قادر يصدق انها خلاص ما بقتش تحبه، لكنها كانت مصدومة من قسوته عليها دي وسابته وطلعت اوضتها. وبعد شوية صاحبه بيتصل عليه وبيقوله انا عرفت كل حاجة عن فونج. البيل المفروض كان بيحب ليان من ايام الجامعة، ودلوقتي بيحاول يرجع الشوق القديم. فوق بقى يا نجم وشوف انت هتعمل ايه. كلنا عايزين نشوفها وهيعمل ايه والله. واخر اليوم مرة واحدة كده بتلاقيه واقف قدامها وبيقول لها يلا يا حياتي هنتعشى سوا النهاردة. ردت عليه اللي هو بص بقى انا مش فاضيالك، حل عن دماغي بدل ما اعمل معاك الصح. لكن الكلام ده ما بياكلش مع التنين بتاعنا، ده جامد ومتين قلبه كله مفرقعات، وعشان كده بيمسكها غصب عنها وبياخدها على المطعم وبيحاول يرجع الدفى اللي كانت نسيته زمان. بس برضه هي مش في دماغها وبتسيبهم عشان تمشي. وفجأة بتلاقي فونج ولولي واقفين قدامها. والمصيبة ان فونج لما بيعرف انها مروحة بيقول لها يا محاسن الصدف يلا بقى عشان اوصلك. اي نعم هي كانت خايفة من النمر بتاعنا، بس حبت تشطشطه شوية وسابته وقامت مشيت. امال ايه، انا ما بتهددش على فكرة، واكيد انتوا عارفين هو عامل ازاي دلوقتي، مش محتاجة اوصف، انا عن نفسي خايفة منه. وبعد كده بيوصلها السيد فونج لحد البيت، وقبل ما يمشي بيودعها بلمسة خفيفة ظريفة لطيفة على شعرها. ما يعرفش ان حبيب قلبنا كلنا شايفهم من بعيد وهيولع فينا كده بالصلاة على النبي. وكنت متوقعة انا اللي هو ساسو يعني لما الافندي بسلامته يدخل البيت اقل حاجة هيعملها هيفرتك انبوبة الغاز في البيت كله. لكن الغريب انه كان زي النسمة وادالها صندوق امها وقال لها امسكي ده، امك كانت شايلاه عندنا امانة من 15 سنة تقدري تاخديه دلوقتي. وهي كانت فرحانة مش مصدقة، ويا دوب خدت بق واحد من الكاس وما بقتش حاسة بروحها. وثعلبنا المكار خلاص مش قادر يقاوم جمالها واستغل الفرصة علشان يعيش معاها الحب والشوق الشوق. لكنها كانت داهية وقالت له ما تستعجلش على رزقك يا دبدوبي انا. وكانت بتقوله الكلام ده وهي بتتحمرش بيه عاوزة تجننه اكتر. والحقيقة انا فرحانة فيه، يستاهل الراجل الخاين، لازم نشلوحه كلنا. وسابته زي البركان مش هيعرف ينام.
وطلعت فوق فتحت صندوق أمها وبدأت تقرأ الرسايل، وهي روح قلبي عليها قطعت على قلبي بصل، لأنها من حزنها خالت المضروبة صاحبتها، وفضلوا يشربوا ويسكروا طول الليل علشان تنسى المرار الطافح اللي هي عايشة فيه. لكن هنا بتحصل كارثة أكبر. الباشا فونج بالصدفة بيروح البار، ولما بيشوف حالتها قد ايه صعبة بيشيلها وبيروحها على بيته. هو يا مصيبتي السودة، بس برضه في حاجة مش مريحاني. ازاي فونج بيقدر يعرف مكانها كده؟ اكيد بيراقبها، مش صدفة يعني. وهناك حبيبة ابننا اللي اجهضها في اول الفيلم شافتهم وصورتهم ورفعت الصور على السوشيال ميديا. والبنت يا عيني صحيت تاني يوم من النوم لقت الدنيا مقلوبة عليها، والاخبار بتقول الدكتورة المحترمة كانت سهرانة في البار وحاجات تانية كتير ما ينفعش اقولها. فنزلت بسرعة ولسه خارجة من الباب لقت جنو قدامها، ويا دوب قرب عليها راح فونج واقف قدامه فنزل على وشه بالبوكس. اصل ده غبي ما بيتفهمش. طبعا فونج كرامته وجعته قدام الحتة بتاعته وردله البوكس. جدع ياض، اهم حاجة رد الاعتبار، امال ايه؟ فالبطلة بتفضل تهديه وتقوله مفيش داعي للي انت بتعمله ده، لكن هو كان خايف عليها ومش قادر يسيبها في محنتها دي لوحدها، ولسه بيمسك ايديها علشان يمشوا فلا فونج بيوقفه وقال له عندك هي سايبة ولا ايه؟ فالوحش اتعصب تاني وقال له يا بارد يا تنح، انت ليه بتتدخل في حياتنا؟ احنا عيلة مع بعضينا وملكش دعوة. فراحت هي ادت له قنبلة في وشه وقالت له ازاي تتكلم معاه كده؟ على الاقل هو واقف جنبي مش زيك اتخليت عني وسبتني وسافرت وبقيت عايش حياتك بره لمدة 3 سنين، وانا بكافح لحياة وحيدة حزينة مريرة يا قاسي القلوب انت. وانا عن نفسي لو مكانه هسيبهم وامشي. وهو فعلا عمل كده واخد عربيته وكان هيفرمهم هما الاتنين، لكن في الاخر قال لها كيفك يا نهى. والبنت يا عيني قلبها كان وجعها، بتعشقه بقالها 19 سنة وهو جاحد مش قادر يحس بيها، ما تعرفش ان هو كمان بيموت فيها. وبعد ما رجعت البيت لقيته بيلم شنطته وساب لها البيت ومشي لما عرف انها بتدور على مكان تاني. وطبعا هو عمل كده مش هين عليه سيبها تتبهدل في الحياة لوحدها. وتاني يوم الصبح بتروح للمدير وبتقدم استقالتها، لكن هو قال لها انا عبد المأمور يا بنتي، المفروض صاحب المستشفى هو اللي يوقع الاستقالة مش انا. وبكده ما كانش قدامها حل غير انها تروح لصاحب المستشفى، واللي بيكون هو جينو ابن المجانين. ولما شافها حب يردلها القلم واخد السكرتيرة في حضنه عاوز يعرفها يعني ان حياته مش واقفة عليها، وسابها ومشي. لكن هي كانت مصرة تسيب المستشفى بعد الفضيحة اللي حصلت لها دي، وجريت وراه وقالت له ما كنتش اعرف ان معجبينك كتير كده يا حضرة الباشمهندس عمر. بس السكرتيرة كانت داهية، حضنته وقالت لها طبعا واحد امور زيه لازم كلنا نتمنى له الرضا، احنا نطول يا دي الطول يا دي الطول يا دي النور يا دي النور. المهم ان البطوطة بتاعتنا ما اهتمتش لكلامها وادت له الاستقالة وقالت له وقع من فضلك عشان نغور من وش بعضينا، واوعدك مش هتشوفني تاني بعد كده. وكانت متوقعة انه هيفرح، لكن هو ما يقدرش يعيش من غيرها اصلا. ووقع الورقة ورماها في وشها وقال لها لو سمحتي بلاش تظهري قدامي كتير بعد كده لاني مش طايق اشوف وشك، وسابها ومشي. تفتكروا هي هتعمل ايه في الحالة دي؟ اول حاجة عملتها لمت شنطة هدومها وسابت له البيت ومشيت. وبعد ما فات 3 ايام بيلاقي صاحبه بيقول له الحق ليان بقالها كذا يوم ما جاتش المستشفى، وكمان سابت لك معايا الرسالة دي، شكلها كده طفشت بسببك منك لله. فهو على طول فتح الظرف ولقى فيه صور كتير ليه، فبيرجع فلاش باك وبيفتكرها قد ايه كانت بتحبه ومتيمة بيه، لدرجة انها كانت بتراقبه طول الوقت وكل يوم بتصوره من بعيد. وكمان لما بيرجع البيت بيفتكرها قد ايه كانت عامله له روح للمكان زي الفراشة كده ما بين الورود، فخرج زي مجنون عبلة يدور عليها في كل مكان. وطبعا قدر يعرف ان الهانم سيا هي اللي صورتها وعلمها الادب، ودي احلى حاجة عجبتني في الموضوع بصراحة. وبعد كده بيعرف من مساعده سانج ان ليان راحت تأجر بيت امها القديم، فهو جري على هناك بسرعة ووقف يراقبهم من بعيد. وسانج لما شافه خاف منه وأجر لها الأوضة بسعر رخيص قوي. وبعد شوية البنت دخلت وبدأت تستقر في حياتها، بس بطلنا مش هيقدر يعيش من غيرها لأنه مدمنها زي الهوا اللي بيتنفسه بالظبط. وأجر هو كمان أوضة تانية علشان يبقى جنبها. يا سيدي على الحب. وفعلا خلاها بتستحمى وراح قطع عليها المية علشان تيجي تطلب منه المساعدة، وده فعلا اللي حصل. هو فرح قوي لما شافها وراح شايلها ودخل بيها على جوه، وطبعا منسيش يلبس الماسك علشان ما تتعرفش عليه. ولما سألته ايه اللي انت بتعمله ده وكانت لسه هتضربه فكلمها بلغة الإشارة وفهمها انه أخرس، لأنها طبعا لو سمعت صوته هيتكشف المستور.
وهي غبية زينا كلنا، من اي كلمة حنينة بتقع، وصدقت انه ما كانش يقصد حاجة وحشة، وطلبت منه تدخل الحمام عنده وتكمل الشاور بتاعها. اكيد مش هتوافق عشان عيب، مش كده؟ بس هي وافقت وصدمتني، وبعد ما دخلت لقيت ايديها وجعاها، فالحنين بقى حب يساعدها وقعد يغسل لها شعرها. يا سلام على الروقان. ولحظتها اتصل عليها فونج وكان فرحان جدا، وبيقول لها بما انك انفصلتي عن جينو فدلوقتي ينفع نبقى لبعضينا. بس هي مردتش عليه لا ايوه ولا لا، واحسن حاجه انها مردتش والا كان خلص عليها. اما جينو فما حسش بنفسه من الغيره، وحرفيا كان هيقطع شعرها في ايديه. وهي كانت لسه هتمشي، فجأة شافت العضة اللي في رقبته، والمفروض ان العلامة دي هي كانت السبب في اللي حصل منهم من كام سنة، لانها يومها كانوا في لحظة رومانسية. بسرعة لف نفسه وغلوش عليها بالكلام. يا سلام. وبعد ما بتخرج صاحبه بيتصل عليه وبيقوله يا لوحة لحلح، كفاية السنين دي كلها، وقول لي انك بتحبها، وعرفها ان البنت اللي اجهضت في المستشفى تبقى حبيبتي انا مش انت. كده احنا فهمناه هو مظلوم ليه، يعني محبش غيرها. وفي النهاية بيعرفوا انها هترجع المستشفى بكرة، ولما بيبدأ يوم جديد بنرجع تاني لبطلتنا وهي لسه داخلة المستشفى علشان تبدأ شغلها. وساعتها بيظهر قدامها راجل عجوز جايب ابنه علشان يكشف عليه، واستأذن منها تمسكه شوية لحد ما هو يدخل الحمام وهيرجع لها تاني. بس للأسف الولد كان بيعيط لأنه عنده مرض خطير، وأبوه انتهز الفرصة واتهمها إن هي اللي قتلته، وهددها يا إما تدفعله مبلغ كبير أو هيخلص عليها دلوقتي. لكن من حسن حظها ان ابننا كان في المستشفى وهو مقتنع برضه، وبسرعة مسك الآلة الحادة اللي في ايده قبل ما الراجل يطعنها بيها، واتعور في ايديه جامد. يا قلب امك يا ابني. وفجأة ظهر سانج ورفع المسدس على الراجل وهدده انه ممكن يقتله، وفي النهاية اخدوه لاسم الشرطة. اما ليان فبيغمى عليها بعد كل الفرهدة دي، ولما فاقت وشافت ايديه عرفت ان هو جارها، وعشان كده اتعصبت عليه وسابته ومشيت. ومن غضبها بعد ما روحت قصت شعرها لان جنوب يحبوا كده. وفي اليوم اللي بعده بتروح تزور قبر مامتها، وهناك طلعوا عليها الفلاحين وقالوا لها مش انتي بقى الدكتورة اللي كنتي سهرانة في البار وكمان قتلتي طفل صغير، وكانوا عاوزين يقتلوها. بس فجأة بيظهر جنو زي العفريت العلبة من تحت الأرض وأنقذها منهم، وركبها العربية وقعد يحب فيها، وهي استغلت الفرصة وشدت شعراية من راسه. تفتكروا بقى هتعمل فيها ايه؟ واخدها ورجع تاني لبيتها، وهناك بيسألها انت ليه بقيتي قاسية معايا كده، مع انك زمان كنت انت اللي بتجري ورايا، خلاص ما بقيتيش تحبيني؟ اخص عليكي. ردت عليه بمعنى ان انت اللي سبتني وسافرت وراجعلي ومعاك حبيبتك الحامل وكمان جايبها لي لحد المستشفى. فهو حاول يفهمها كتير انها مش حبيبته ولا حاجة، لكنها ما فهمتش. وبالصدفة الفازة بتقع من فوق، ولما بتتكسر بتلاقي فيها رسالة من امها بتقول لها فيها انها ما اتجوزتش عشان الفلوس، ولكن كان نفسها تربي جنو وتفضل جنبه. فالبنت هنا فهمت بما ان امها عملت كده يبقى جنو ممكن يكون اخوها فعلا. وبعد ما كانت هتدي لابننا فرصة تانية بسرعة طردته بره وفضلت قاعدة تعيط. وفي اليوم اللي بعده بيشوفها بالصدفة مع فونج، وكمان البيبي طلع لها الخاتم وبيطلب ايديها للجواز. واكيد كلنا فاهمين انها مش هتوافق، لكن المصيبة انها فعلا وافقت. يا لهوي. بس الغريب هو جينو اللي كان واقف مكانه شبه مسمار 10 وما خدش اي رد فعل، لكن دماغه كانت بتخطط، ورد فعله ظهر تاني يوم. بعت صورهم لجدة فونج، واللي أول ما عرفت الخبر ما صدقت إن الفجر طلع، وراحت لليان وقالت لها اسمعي بقى يا غندورة، احنا عيلة مثقفة مش أي حد يدخلها والسلام، انتي تاخدي القرشين دول وتبعدي عن حفيدي. كل ده وفونج خلاص مش قادر، وقال لها بلاش تعملي كده يا تيتا، انا بحبها بجنون. وراحت الحاجة ضربته بالقلم وقالت له انت مش عارف مصلحتك فين، اخرس انت. وفجأة لقوا جينو واقف وسطهم وقال لها احنا مش محتاجين فلوسك، خدي حفيدك وخليه يبعد عن خطيبتي وتفضلوا من هنا. فهي سمعت الكلام واخدت ابنها ومشيوا، وكان شكلهم وحش خالص. بعد كده جينو مسك ايد القطة بتاعته واخد منها الخاتم ورماه على طول دراعه وقال لها خلاص يا سمكتي رجعتيلي تاني. وفجأة بيجيلها تليفون من المستشفى وبيعرفوها ان نتيجة تحليل الحمض النووي مش متطابقة، وبكده هي وبطلنا الحمد لله مش اخوات. والكلام ده نزل عليها زي السهم. بس على مين؟ ابننا اخد باله انها مش طبيعية وشد التليفون وعرف كل حاجة، وقال لها انت مجنونة ازاي مفكرة انك اختي، ايه اللي لم الشامي على المغربي. واخدها بالعافية على البيت الكبير، واول ما دخلت لقيته حاطط الدباديب بتاعتها في كل مكان علشان يفتكرها بيهم.
فاستغربت وسألته: ما كنتش متوقعة انك هتشتاق لوجودي، خصوصا ان حاجاتي كانت بتضايقك وبترميها دايما وتكسرها. فشالها واخدها على الأوضة وقال لها: انتي غبية، ازاي ما فهمتيش اني بحبك كل السنين دي، واكبر غلطة غلطتها هي اني بعدت عنك. وحاول يجبرها على حاجة هي مش عاوزاها، وللأسف شاف جرح عملية قيصرية في بطنها. ولما سألها ايه ده، فقالت له: للأسف بعد ما سبتني وسافرت اكتشفت اني حامل، وبعد ما بقيت لوحدي دخلت في حالة حزن رهيبة، وما كنتش مصدقة انك اتخليت عني، ومن كتر الحزن البيبي مات في بطني وعملت عملية إجهاض. وطبعا الكلام ده بيشق قلبه نصين، وسألها: ليه ما قلتيش عشان ابقى جنبك؟ فعرفته انها ما كانتش بس عاوزة تفرض نفسها عليه، لانه قال لها قبل ما يسافر انه مش بيحبها. فهو كان لسه هيشرح موقفه، فجأة لقى المجنون سانج دخل عليهم وقال له: في مصيبة يا كبير، جثة مامتك اختفت من القبر وابوك هرب من المصحة. تفتكر هو اللي طلع جثتها؟ فقام بسرعة يدورها على ابوه جيانغ. وفي الطريق بيرجع فلاش باك وبيفتكر نفسه لما اخد من ابوه كل حاجة ودخله المصحة، وبنعرف ان كل ده كان انتقام منه علشان شايف ان امه ماتت بسببه هو ومراته. فليان فضلت تزعله وتلومه على اللي عمله في ابوه، وكمان فهمته انهم ما قتلوش امه زي ما هو فاهم، لانها اصلا ماتت لوحدها، كانت مريضة اكتئاب. بس برضه بطلنا اتعصب عليها، ومن غير ما يحس عمل حادثة بالعربية اللي خبطوها، وكان جيانغ هو اللي سايقها بالصدفة. وللأسف اتصاب إصابة جامدة، فأخدوه للمستشفى، وهناك الدكتور بيعرفهم انه محتاج نقل دم. بس جينو كان جاحد ومرضيش يتبرع لأبوه، لكن بنتنا الحنينة هي اللي دخلت تتبرع له. وفي النهاية جينو مهنش عليه، سيبهم يسحبوا كمية دم كبيرة من جسمها ودخل يتبرع بالجزء التاني. وفي اليوم اللي بعده البطلة كانت بتطمن على عمها، وساعتها حست بدوخة، فابننا شالها بسرعة وجاب لها الدكاترة كلهم يكشفوا عليها. وبعد ما بقت كويسة أخدها تاني للبيت، وهناك لقيته جايب لها شوية بنات لبسوها فستان أبيض جامد جدا، وعملوا لها مكياج علشان تحضر معاه الحفلة السنوية اللي هو عاملها. وفي الحفلة بيقف قدام الكل وبيعرفهم ان البطة دي تبقى حبيبته. لكن للأسف لما ليان اتبرعت بدمها وعملوا عليه تحليل، اكتشفوا انها تبقى بنت جيانغ من لحمه ودمه، اما جينو طلع هو اللي مش ابنه. والخبر انتشر ازاي مش عارفين. وفونج لما عرف كده حب ينتهز الفرصة وطلب من البطل يسيب الشركة لصاحبتها واللي هي ليان، وده بحكم انها الوريثة الشرعية دلوقتي. ده غير انه اخد كل حاجة من ابوه غصب عنه، واكيد اكبر ليان هي كمان تبقى حبيبته علشان كل حاجة تفضل ملكه. وكانت لسه هتقوم بينهم الخناقة، لكن بنتنا وقفت فونج ومحبتش تحرج حبيبها، وقالت له: انا معاه بارادتي مش غصب عني زي ما الكل فاهم. وكمان جنو بيطلع الخاتم وبيخطبها قدامهم علشان يخلصهم خالص، وبعد كده بيأكد لهم اكتر وبيوريهم جواب بخط ايديها اللي بتوصيه فيها تتجوز جينو. ومش بس كده، دي كمان الرسالة اللي كان معاها وثيقة جواز. يا دي المصيبة. فالبنت يا عيني اتصدمت، وبكده اكتشفت ان امها كانت عارفة الحقيقة من زمان ومخبية عليها. واثناء الحفلة بيتجنن فونج وبيشد الخاتم من ايديها، وبيفضل يحاول يقنعها تسيب جينو وتتجوزه هو. بس هو غبي ما يعرفش ان حبيب قلبها جينو حاطط لها حواليها الميكروسكوب 24 ساعة. ومرة واحدة راح خبطه في ظهره طيره وسط الشجر، وقال له: شكلك كده احسن، خليك بقى تبقى شجرة اهو نستفاد منك بأي حاجة. وبياخد الهانم على جنب وبيفضل يزعق لها وبيقول لها: عاجبك في ايه ده؟ بتحبيه وعاوزة تسيبيني وتروحي له هو ده بعينك؟ ولسه هيعتدي عليها، فجأة شخص مجهول ضرب سنج برصاصة في صدره، لكنهم بسرعة أخدوه على المستشفى. وهناك الدكتور طمنهم إن صحته بقت زي البومب. أما هي بعد ما خرجت من الحفلة لقت السكرتيرة في وشها، فهي استغربت وسألتها: بتعملي ايه هنا؟ مش المفروض الأفندي خطيبك طردك؟ فقالت لها: انت ازاي بتصدقي الرجالة بسرعة كده؟ لازم تاخديهم يا حبيبتي على قد عقلهم، وبعدين انا في الاول وفي الاخر مجرد مساعدة في الشغل، يعني اعتبريني بنت اختك. فالبنت ما اهتمتش، وفي نفس الوقت ما حستش منها باي نية مش كويسة. وبعد ما رجعت البيت دخلت الحمام تاخد شاور في امان الله، وفجأة لقيت جنو دخل عليها وبيطلعها من المية. ليه بقى؟ لانها اتأخرت، فهو قلق عليها وبيقول لها: لو كنت اتأخرتي اكتر من كده كان زمانك غرقتي. وبيلبسها هدومها، استغفر الله، وبيشيلها لحد بره، وكمان بيبقى عاوز ياكلها بايديه. الراجل الحناني رزق يا حياتي، وعدنا يا رب. لكنها مش بتبقى عاوزة تاخد الشوربة منه، وكانت خايفة احسن يكون حاطط لها فيها مخدر. بس على مين؟ ابننا جامد ومتين واخد الشوربة في بقه واداها لها غصب عنها. هنا هي استسلمت وقالت له: خلاص هشربها. وبعد ما دخلت السرير علشان تنام،
فجأة لقيته وراها وكأنه حلف ما يسيبها، فهي سألته انت بتعمل ايه يا محترم؟ عيب على طولك مش كده. فرد عليها بمعنى احنا مخطوبين خلاص بقيتي تخصيني. فقالت له يا سلام، بس لسه مش متجوزين، يعني غلط كده. واكتر من كده بصراحة انا مش هقدر اكمل عشان عيب. لكنها راحت في سبع نومة، وفي نص الليل بنلاقي شوية مجرمين داخلين عليهم ولسه هيطعنوا جنوب السلاح، راح قايم عليهم ونزل فيهم حتتك بتتك، خلاهم فتافيت زي السكر. كل ده والبونبونايه بتاعتنا لسه نايمه، لان بسلامته كان حاطط لها منوم عشان كان عارف ان المجرمين هيهاجموهم في الليله دي ومش عايزها تحس بخوف. ولما صحيت الصبح وعرفت اللي حصل زعلت منه وقالت له انا اكيد في حياتك عباره عن فوضى، لانك مش بترضى تعرفني اي حاجه. انا عن نفسي شايفاها متخلفة، الراجل بيخاف عليك يا بنتي، احنا كلنا عايزين من ده. المهم بقى بنروح بعد كده للمجرمين وبنشوف الزعيمة بتاعتهم واللي بيكون اسمها نانا، والمفروض ان عصابتها اسمها التنين الاسود. لكن المصيبة الاكبر من كده هي انها تبقى ام جنوب نفسها، اللي فاهم ان امه ميتة يا حبة عيني طول السنين دي كلها. بعد كده البطلة بتلبس وتنزل علشان تروح شغلها، لكن هو مش بيبقى عاوزها تخرج من البيت لانه خايف عليها جدا. بس هي كانت مش طايقة تشوف وشه وأصرت إنها هتخرج، وفعلا خرجت. فقال لها كلمتي هتنزل المرة دي، لكن المرة الجاية مش هتنزل أبدا، لكن برضه مش هسيبك تخرجي لوحدك. وراح يوصلها بنفسه لحد المستشفى، وقبل ما هي تنزل اخد باله من قناص في المبنى اللي قصادهم، فبسرعة لحقها ومثل عليها انه بيحب فيها عشان يحميها. فهي ساعتها سألته انت بتحبني ولا لأ؟ المصيبة انه مردش عليها، والبنت فهمت انه كده مش بيحبها فزعلت جدا وسابته ونزلت. اما هو فطلع فوق المبنى يشوف القناص، فبنلاقيها هي سايا. واول ما شافته قالت له سامحني يا روح قلبي، انا عملت كده عشان بحبك وغيرانه عليك منها. وبسرعه حطت خاتم في جيبه علشان تعمل مشكله ما بينهم، وبطلتنا تفهم ساعتها انه بيخونها. اللي كانت في الوقت ده في المستشفى ولقت ابوها جيانغ تعبان جدا، والدكتور قال لهم ان في واحده كانت بتزوره دلوقتي وخرجت. فهي افتكرت انها قابلتها في الممر وشافت علامة على رقبتها، وبسرعة خرجت علشان تدور عليها بنفسها. اما سانج فكان بيراقب المجرمين وعرف انهم تبع عصابة التنين الاسود، وعلى طول اتصل بجينو وبلغه. اللي كان في الوقت ده بيتصل على اخته سانغ علشان يعرف اذا كانت حبيبته معاها ولا لا، بس البنت قالت له انها مش موجودة. وفجأة شافتها معدية من قدامها مع واحد تاني، فهو ما صدق وعلى طول جري على هناك ومسك الولد وضربه علقة جامدة جدا. ما يعرفش انها بتحقق معاه علشان تعرف مين دي اللي على رقبتها علامة. وبعد ما خرجوا بتتعصب عليه وبتقوله انت بتتعامل معايا كده ليه؟ انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ وبعدين انا كنت عاوز اعرف مين الناس دول وعرفت خلاص. وبتطمنه انها مش محتاجاله في حياتها لانها بنت جامدة وبتعتمد على نفسها. بعد كده بنرجع تاني لسانج وهو لسه بيراقب المجرمين، لكنهم قدروا يكشفوه وقبضوا عليه. اما الخدامة فطلعت الخاتم من جنب بطلنا وقالت له اتفضل يا فندي يا محترم. وطبعا لما شافته افتكرت ان ساعة كانت لابساه في اوضه العمليات، فعلى طول فهمت انه بيخونها معاها. لكن هو دخل وراها ولقاها ماسكة آلة حادة في ايديها وفهم انها مصدومة ومن صدمتها هتنهي حياتها. وكمان بيرجع فلاش باك وافتكر امه في الماضي لما غرقت نفسها في المية قدام عينيه، ومن يومها لحد النهاردة وهو عنده صدمة نفسية. وعشان كده بيخاف على ليان وبيشرح لها انه ملوش علاقة بسيا، وهي اصلا كانت حامل من صاحبه مش منه هو، بس برضه هي كانت زعلانة منه قوي رغم فرحتها بالحقيقة. وبعد ما خرجت مسكت الخاتم وشكلها كده هتدور ورا سيا لحد ما تجيب قرارها. تعالوا بقى نروح لزعيمة العصابة، وبنعرف انها اجبرت سيا تشتغل لحسابها بعد ما خلتها مدمنة مخدرات، والبنت ما بقتش قادرة تعيش من غير الكوكايين، وبسبب ده بتنفذ لها كل اللي بتقول عليه. وتاني يوم بطلتنا بتروح الشغل وهناك بتجيلها سايا ومعاها طفلة، وبتفهمها ان البنت دي تبقى بنتها هي وجينو اللي عاوز يتخلى عنهم هما الاتنين عشان خاطرها. بس بطلتنا كانت هرشة الحكاية كلها وقالت لها بجد عملتيلي مفاجأة، انا كعاطف مش مصدق، لان بنتك ما شاء الله طويلة شويتين تلاتة وعمرها ما يديش سنتين خالص. عموما لو هو اتخلى عنك يبقى المفروض تروحي له الشركة وتخلصي حسابك معاه مش تجيلي انا. وبرضه علشان نتأكد اكتر هنعمل تحليل ابوة لبنتك ونعرف هي تبقى بنته ولا لأ، ايه رأيك؟ بعد ثواني بيوصل ابننا وبيحاول يقنع حبيبته ان مفيش حاجة من الكلام اللي قالته ده وحب يصالحها. فالبنت يا عيني تعبت ولسه هيغمى عليها، فجأة لحقها فونج ومسكها لان جنو كان بيتكلم في التليفون، بس جت السكرتيرة وضربت فونج على نافوخه فنزل على الارض. مداش منطق
وبعدها جرته زي الخروف واخدته معاها في العربية علشان تعلمه الأدب. أمال هي سايبة ولا ايه؟ وجينو أخد حبيبته وخرج، وهو بيقرر من اللحظة دي مش هيخليها تخرج من البيت تاني، عشان أكيد المجرمين مش هيسيبوها في حالها، حتى المستشفى هي كمان مش هتروحها. بعد كده بتفوق بطلتنا، بتلاقي نفسها محبوسة في أوضتها، وفجأة بتلاقي جينو داخل عليها ومتصاب برصاصة في دراعه، فبسرعة أنقذته وخرجت الرصاصة. كل ده وهي ساكتة ما نطقتش حرف واحد. فهو استغرب وسألها مش هتسأليني الإصابة دي من ايه؟ فردت عليه بغضب، واللي هو انت مش عاوزني في حياتك يبقى مش من حق اتدخل في اللي ما يخصنيش، لان انا كمان ما خصكش. واكيد الكلام وجعه، بس ما قدرش يرد عليها. وفي اليوم اللي بعده بتسمع الاخبار بتعلن عن خبر موت جينو، فما قدرتش تتحمل وعلى طول اغمى عليها. لكن هو في الحقيقة كان لسه عايش وبيحاول ينقذ سانج. لكن للأسف المجرمين فجروا المكان وسانج هو اللي مات، أما جينو فبينقلوه للمستشفى، وهي لحد دلوقتي فاهمة العكس. وبعد ما فاقت بتلبس هدومها وجريت على الشركة تنقذها قبل ما المستثمرين يبيعوا الأسهم لزعيمة العصابة نانا اللي عاوزة تستولى على كل حاجة. وكمان بتضرب المستثمرين كل واحد فيهم قلمين، وبتفكرهم ان جينو ياما وقف جنبهم في محنتهم وما تخلاش عنهم، فازاي هما بيبيعوه بالرخيص كده. وكمان بتعرفهم انها الوريثة الشرعية لجيانغ، يعني الشركة دي دلوقتي بتاعتها هي. وبعد ثواني بيدخل جينو ومعاه أبوه، وبيبدأ يواجه أمه بجرايمها، وليان لما شافته كانت طايرة من الفرحة. وبعدها بيبدأ يحكي الحكاية كلها على الملأ، اللي هي ايه بقى؟ المفروض ان أمه تعرضت لاغتصاب جماعي، وكانت النتيجة انها حملت في البطل جينو، وعشان كده هو لحد دلوقتي مش عارف مين ابوه. والحاج جيانغ الله يبارك له اتجوزها عشان يستر عرضها، لكن هو في الحقيقة كان بيحب ام ليان، والمفروض انها كانت حامل منه ومتفقين على الجواز، لكنه يا عيني ما كانش يعرف انها حامل، وعشان كده اتخلى عن ليان واتجوز حبيبته. وبعد 6 سنين مثلت انها انهت حياتها، وبعد ما اختفت أسست عصابة التنين الأسود، كل ده علشان تنتقم من جيانغ لأنه قرر يسيبها وقتها ويتجوز أم ليان. ونسيت خالص إن ياما وقف جنبها. نسيت أقول لكم إن هي اللي حاولت تقتله في المستشفى أصلا، وفي النهاية جينو بيجيب لها الشرطة وبيدخلها السجن، وهو كمان اللي بيعين ليان رئيسة تنفيذية للشركة مكانه لأن ده حقها. أما فونج فبيعجب بالسكرتيرة وبيتجوزها. وبعد ما خلص الاكشن ده كله بيتجمعوا يوم عيد ميلاد ليان وبيبقوا عيلة واحدة، بس للأسف بتظهر معانا واحدة تانية اسمها ليمو، ودي حلمها بقى تخطف اللافندي من حبيبته، وبتفهمها انهم كانوا مرتبطين لما هو كان بيدرس بره. فبنتنا ردت عليها وقالت لها حتى لو كلامك صح فانا دلوقتي خطيبته يا عينيا ما عطلكيش بقى، وشدته من ايديه ورجعت بيه على البيت. ومن هنا بدأت تحس بالغيرة وقربت منه، وقالت له يعني انت مش بتحبني؟ طب والله لا طلع روحك. قال لها وحياة عيونك الحلوين دول انا ما حبيت حد في حياتي غيرك. ومن اللحظة دي بقوا مرتبطين بشكل رسمي، كل يوم يسمعها نشيد الشوق الشوق بلوبيف بلوبيف. وبعد كده بتروح ليان تطمن على صاحبتها علشان حالتها بتبقى زي الزفت بعد موت اخوها سانج. وفجأة بتلاقي ليمو داخلة عليها ومعاها جينو، وبتعرفها انهم كانوا سهرانين مع بعض. فالبنت اتضايقت جدا وسابت المكان كله ومشيت وهي مقموصة. فهو طلع وراها وفضل يحلف لها بكل الحلفانات اللي في الدنيا انه مش بيحب واحدة غيرها، وفجأة فرفرت في ايديه واغمى عليها. مش هنخلص بقى، فاخدها للمستشفى. بس هناك الدكتور قال له مبروك يا ابن المحظوظة حبيبتك حامل. فالاتنين كانوا فرحانين جدا جدا، وفي الاخر قدر الحمد لله يصالحها واثبت لها انه بيحبها فعلا. بس هل الأستاذة ليمو هتسيبهم في حالهم؟ للأسف لأ. بتروح لها الشركة وبتعرض عليها مبلغ ضخم ضخمان فظيع مقابل انها تتنازل لها عن جينو، وكأنه سلعة للبيع. اللي دخل في الوقت ده بقى ورفض ليمو واتمسك بحبيبته، وقال لها مش هديكي فرصة تفكري لاني مستعد اخطفك. وبما ان ليمو هي اللي خسرت فانسحبت من سكات. واخر اليوم بيخرجوا كلهم يسهروا مع بعض في البار وبيبقوا صحاب جدا. وفي مشهد النهاية اللي بيكون بعد سنة من دلوقتي بنشوف أبطالنا الحلوين سهرانين سهرة لذيذة مع ابنهم اللي مش مبطل عياط ومنكد عليهم عيشتهم. بس جينو كان عنده أمل وقال لها ما تيجي نخلف عيل تاني. فقالت له لما نفسك بقى مش لما الرب الأولاني. وبس كده توتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب يكون عجبتكم يا حبايبي، بس ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.